اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض صينيه للعزومات او الاعياد كلها من دبابيس وصدور الفراخ. طريقه تحضيرها بسيطه، ممكن تجهزوها قبليها بيوم وتسووها يوم العزومه، وكمان طعمها وشكلها لذيذ قوي. نبتدي بدبابيس الفراخ. انا تبلتها بتتبيله التندوري، انا عملتها معاكم بالتفصيل قبل كده في فيديو، هحط لكم اللينك من تحت. وكمان دي المكونات بتاعتها، تبلناها قبليها ب 24 ساعه. كل ما بتقعدوها في التتبيله كل ما بتبقى احلى. وبعد كده جهزنا الصينيه اللي هنسوي عليها، وحطينا الشبكه ورشيناها كويس بالزيت، وهنبتدي نحط الفراخ بتاعتنا ويكون في مسافات بينهم عشان تستوي وتاخد لون حلو. وهندخلها الفرن على درجه حراره 400 لمده تقريبا نص ساعه. بعد نص ساعه طلعتها وجهزت معلقه من الزبده مع معلقه من هريسه الفلفل الحلو، هدهن بيها الفراخ وادخلها تحت الشوايه بالظبط 3 4 دقايق علشان تاخد لون كده وطعم حلو. ممكن كمان تزودوا لون طعام احمر لو بتحبوا لونها احمر قوي. جربوا الفراخ بالتتبيله دي، ممكن تعملوا اي قطع فراخ بتبقى حلوه قوي. تاني حاجه هنجهز صدور الفراخ بتاعتنا. انا تبلتها بتتبيله الفراخ المدخنه او الفراخ البارده، انا برضو عملتها معاكم قبل كده، ودي كل المكونات بتاعتها. تبلتها قبليها ب 24 ساعه. هحط لكم لينك الفيديو، وكمان كل المكونات مكتوبه في الديسكريبشن بوكس. بعد كده هناخد صدور الفراخ بتاعتنا ونبتدي نلفها بالخيط المخصوص بتاع الطبخ. الخيط هيخلي الفراخ بتاعتنا كده تاخد شكل اسطواني وتستوي بنفس الشكل ده، عشان لما نقطعها يبقى شكلها ظريف. كل ما كانت الصدور بتاعتكم حجمها كبير كل ما هتديكوا نتيجة افضل. على طول هناخدها بقى على طاسة فيها معلقتين 3 من الزيت، لازم تكون نار عالية جدا، ونديها صدمة من كل ناحية. وفي الوقت ده هنجهز الكيس الحراري اللي هنسوي فيه، هنحط فيه معلقة من الدقيق كده ونرجه كويس. وبعد كده هنحتاج توابل ورق لوري وحبهان وكبابة صيني قرفة وشوية من الروزماري، طبعا خضار طماطم وبصل فصين توم كرفس وجزر وفلفل. كل الخضار ده هيديها طعم حلو قوي في التسوية. اهم حاجه خلوا الفراخ تاخد صدمه من كل النواحي، لفوها كده على كل جنب علشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها. بعد كده هنطلعها على طول على الكيس الحراري، وهنكون سخنا الفرن على درجه حراره 450 لمده نص ساعه. وبعد كده هنهدي درجه الحراره ل 350 لمده نص ساعه تاني. ما تنسوش طبعا تعملوا فتحه صغيره في الكيس. ساعة طلعتها من الفرن وسبتها كده شوية في الكيس الحراري، وبعد كده طلعتها على طبق وغطيتها كويس، وهندخلها التلاجة لحد ما تبرد خالص. جهز بقى رز بالخلطة. معانا شوية كده من اللحمة المفرومة متعصجين لو بتحبوا تضيفوه، كمان معانا ملح وفلفل، شوية من القرفة الباودر، وكمان قرنفل باودر وورق لوري، وشوية من العسل الأسود حوالي معلقة أو معلقتين طبعا على حسب كمية الرز. وحطينا معلقتين كبار من السمنة. انا هعمل 3 كوبايات من الرز البسمتي. العسل الاسود هيديكوا لون حلو قوي للرز ومش هتحسوا انه مسكر، جربوه. بعد كده حمرنا الرز كده مع السمنة يدوبك دقيقتين 3، وحطينا اللحمة المفرومة والتوابل وزودنا المية المغلية، ونغطيه ونسيبه لحد ما يستوي. نجهز بقى شوية من كبد الفراخ. انا تبلتهم كده بمعلقتين من التتبيلة دي عبارة عن توم وفلفل مطحونين مع معلقة من عصير الليمون وكمون وكزبرة وملح وفلفل. حطيت شوية كده على الكبدة وسبتهم نص ساعة، وخليت بقية الكمية علشان هنحتاجها. أهم حاجة تشوحوا الكبدة في السمنة أو في زيت، بس يكون نار عالية جدا. وأول ما تاخد لون من كل ناحية هنحط معلقة كده من التتبيلة بتاعتنا ونقلبها معاها، ونظبط الملح والفلفل وشوية من دبس الرمان، وكده كبدة الفراخ بقت جاهزة. الطريقة دي بتخلي كبد الفراخ طعمها حلو قوي. كده جهزنا كل حاجة. بقى نطلع الفراخ من التلاجة بعد ما بردت خالص، ونفك الخيط من عليه علشان نبتدي نقطعها. نستخدم بقى سكينة حامية. انا استخدمت السكينة اللي بالكهرباء، وطبعا ممكن تقطعوها السمك اللي انتوا تحبوه، طالما باردة هتتقطع معاكم بسهولة. ونبتدي بقى نجهز الصينية بتاعتنا. حطينا الرز المفلفل بتاعنا، وعليه بقى الفراخ التندوري والفراخ الباردة. وبعد كده نحط كبد الفراخ. الصينية شكلها اوريدي يفتح النفس زي ما انتوا شايفين. انا كمان كنت جهزت شويه من المكسرات كده، لوز وزبيب، حمصتهم في معلقه من السمنه ونرشهم كده من على الوش. كده الصينيه بتاعتنا بقت جاهزه. جربوا تعملوها في اي عزومه او في العيد وقولوا لي رايكم. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم في وصفه تانية. ثانك يو.